ازيكم يا نصور، اخباركم ايه؟ زي ما انتم شايفين على الشاشه لسه 6 ايام وينتهي اللانش بول بتاع كاتس، وده معناه ان بعد ما ينتهي اللانش بول على طول التداول بيفتح وهتكون العملات وصلت لك. لكن خلينا افكركم ان السناب شوت كان المفروض يكون 30 سبتمبر، يعني من بعدها مش هتقدر تجمع عملات، وناس كتير جدا كانت متضايقه عشان الموضوع اجى غفله وما لحقوش كمان يعملوا المتطلبات بتاعه التاهل. وراح البوت مد السناب شوت لمده 3 ايام كمان وخليها ينتهي 3 اكتوبر بكره، يعني يعتبر اخر ميعاد للتاهل هيبقى النهارده. فالناس اللي لسه ما خلصتش المهمات تنجزها، والنهارده ان شاء الله هطلع اتوقع معاكم سعر العمله بالنسبه لمنصات تقيله جدا. بس قبل ما نبدا الفيديو ما ننساش نصلي على النبي وتنورنا في جروب التليجرام عشان بينزل عليها اخر الاخبار اول باول قبل اليوتيوب كمان، وبننزل برضه عليها بوتات ربحها عالي بس مش بننزلها هنا في اليوتيوب عشان بوتات سهله يعني. فالجروب ده مهم جدا. طبعا عملنا جروب للشات عشان نتناقش فيه كلنا وبنحل فيه اي مشكله تواجهك باذن الله. طبعا اللايك والسبسكرايب هنا في اليوتيوب بيدعمني في صناعه المحتوى وبيخلي يظهر بالكواليتي اللي انت شايفها دلوقتي. والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن السعر المتوقع لبوت كاتس. قبل ما اتكلم في اي حاجه عايز اقول لك نقطتين بالظبط. ان بوت كاتس بوت من البوتات القويه اللي اجت بعد الدوجز، لكن في حاجه انت مش عارفها، اللي انت مش هتطلع منه بربح تقريبا ازيد من $100، وده اغلبنا يعني، لانه بوت من البوتات اللي بتفتحها وبتتركن وما جاش غير الفتره الاخيره وحب يعمل شويه فعاليات عشان تزود بيها نقاطك. لكن في الاول والاخر ده بوت من البوتات اللي بتفتحها وبعدين بتركنها. فالبوتات دي ربحها كويس لكن مش عالي جدا عشان محدش يعني ما تخضش من السعر اللي هيشوفه او المتوقع. لكن طبعا كل الاسعار اللي هنشوفها النهارده هي اسعار في البري ماركت، ملهاش علاقه خالص بالسعر اللي العمله هتنزل بيه. السعر بيكون ازيد شويه او اقل شويه ومش بيبقى نفس السعر النهائي يعني عشان برضه محدش يتخض. وخلينا نبدا باول منصه وهي كول ماركت كاب. طبعا السعر اللي هي كاتباه اصلا مش منطقي خالص، او معنى صح مش منطقي نهائي، لان المنصات الكبيره شبه بيجيت وجيت اي ما توقعوش خالص السعر ده. فانا ما اعرفش بصراحه ازاي كول ماركت كاب توقعت سعر شبه كده. يعني ده معناه ان الواحد اصلا مش هيحصل ربع دولار او نصف دولار، ولكن طبعا ده مش متوقع يعني. فكول ماركت كاب متوقع سعر العمله 0.43677، وطبعا ده رقم قليل جدا لان اغلبنا معانا من اول 5000 لحد 20000. فلو هنحسب على 20000 او خلينا نحسب على 10000 كمتوسط هيطلع لك بالظبط 36 سنت، دول حتى ما يكملوش ثمن الرسوم اللي الواحد دفعها، ده بالنسبه للناس اللي دفعت رسوم 2 من 10 تون يعني. فطبعا السعر في كل ماركت كاب استحاله يكون كده، واستحاله العمله تنزل كده، لان العمله لو هتنزل بالسعر ده كانت رفعت عدد العملات عندها في البوت، ما خلتش اقصى واحد فينا يجيب من اول 5000 لحد 20000. لكن طالما بوت كاتس خلى عدد العملات يكون قليل وصعب تجيبه، فاكيد سعر العمله هيكون اعلى من كده بكتير يعني. انا بس حبيت احط الكون ماركت كاب في الفيديو عشان احنا بنطلعها في كل فيديو الصراحه، وعشان برضه ساعات بتكون دقيقه في بعض الاحوال. فخلينا نخش على المنصه الثانيه وهي منصه جيت اي طبعا منصه جيت اي غنيه عن التعريف، منصه من المنصات الكبيره جدا وكلمتها برضه تقيله في السوق. منصه من المنصات التقيله شبه بيجيت وجو اكس وبايبت وبنشوفها كتير جدا واحنا بنسحب من البوتات. وعامل سعر العمله معقول شويه برضه بس مش كتير. نتوقع سعر العمله 0.305، والاهم انها 0.305 مش 4.5 شبه كون ماركت كاب. يعني لو جينا حسبنا مثلا على 10000 عمله هيطلع معاك $5. طبعا دلوقتي الناس مخضوضه من الاسعار اللي هي شايفاها دلوقتي، لكن ده الواقع والله. سعر العمله مش هينزل كبير جدا بالدرجه اللي في دماغكم. في الاول والاخر البوت من البوتات اللي مش بتخليك تشتغل عليها، انت يا دوبك بتفتحه وبتركنه، ويوم ما بترفع حاجه بترفع صوره كل 24 ساعه مره، وجات الفتره الاخيره بس يعني. فهل $5 قليلين؟ طبعا قليلين جدا. يعني بالنسبه لبوت دوجز اللي اقل واحد فيه طلع تقريبا ب $50 او $30 تقريبا، هيبقى طبعا قليل. لكن بوت دوجز اساسا ده حاله استثنائيه خالص عشان طبعا تبع لمؤسسه تليجرام وناس تقيله جدا كانت ماسكه المشروع، وطبعا كل البيتات اللي جت بعده كلها بتقلدها ومنهم كاتس. فما فيش حاجه عامه هتيجي شبه دوجز اطلاقا. لكن دي بوتات زي ما عرفتكم بنفتحها وبنركنها، يعني مش محتاجه شغل شبه هامستر روك رابيت. اي نعم برضه روك رابيت خزننا جدا، وانا عندي احساس بنسبه مليون في الميه ان بوت كاتس هيبقى احسن منه، رغم ان الواحد تعب في روك رابيت اكتر، لكن كاتس هيبقى احسن منه بكتير جدا. فالخلاصه في جيت اي ان سعر العمله متوقع 0.305. وخلينا نخش بقى على اتقل منصه واكبر منصه بعد باينانس وهي منصه بيجيت. طبعا كلكم مهضوضين دلوقتي عشان السعر اللي بيجيت متوقعاه 0.337، يعني اقل من جيت اي ب 2 على 10000. لو جينا نحسب متوسط كل واحد فينا مثلا معاه 10000 عمله ضربته في 0.303 هيطلع لك بالظبط $3 تقريبا. ده نفس عدد العملات اللي انا خدتها من روكي رابيت، ما خدتش ازيد من $4. فكاتس برضه انا عايزكم محدش يتعشم فيه قوي يعني، وده طبعا بالنسبه للسعر اللي بمنصه بيجيت. طب انا توقعه كايجل هيبقى السعر كام؟ هو انا ذات نفسي ما اعرفش السعر ولا حتى السعر التقريبي، لكن انا عايز اقارن بدوجز شويه عشان يمكن دوجز هو اللي نضرب واحنا عارفينه كلنا. التوتال سبلاي بتاع دوجز كان 550 مليار عمله، ولو قارنا ببوت كاتس التوتال سبلاي بتاع كاتس مليار عمله بس، ففي فرق كبير جدا جدا جدا. فاكيد سعر عمله كاتس هيبقى اعلى من دوجز بكتير، وده اللي يخلينا نستبعد كود ماركت كاب ونقول ان ممكن السعر بتاع جيت اي او بيجيت هو السعر التقريبي الصحيح. لكن كل ده هيبان لو عرفنا سيوله العمله. يعني مثلا لو سيوله العمله $1,000,000 وتوتال سبلاي مليار هيطلع لك سعر العمله 0.01. لكن بالمنظر اللي احنا شايفينه النهارده والسعر التقريبي بالنسبه لبيجيت وجيت اي انه مش هيبقى $1,000,000 خالص، هيبقى اقل من كده. واحنا اكيد نتمنى ان سيوله العمله تكون $1,000,000 عشان يطلع سعر العمله 0.01، ولو ضربه في 10000 يبقى $10. هو طبعا الرقم بالنسبه لكم قليل، بس البوت مش قوي للدرجه اللي هو يجيب لكم مبالغ كبيره جدا زي دوجز يعني. لكن
فاكيد طبعا كلنا نتمنى. وبس كده، يا رب الفيديو يكون عجبك. هتلاقي معظم التوقعات والاخبار على الجروبات بتاعتنا في التليجرام، فيا ريت تنورني وهتستفاد جدا منه صدقني. ولو عندك اي مشكله تعالى نورني في جروب الشات، بتواجد فيه كتير جدا. وبس كده، اشوفكم على خير الفيديو القادم.